سنين رجع لنا اكبر بازار موجود في اسكندريه. ايوه يا جماعه زي ما انت سمعت بالظبط كده، ويفرز ماركت رجعوا لنا تاني بعد 4 سنين، وده اقوى بازار موجود حاليا في اسكندريه، وكل ما تتخيلوه من براندات اشكال والوان موجوده في المكان ده. ونبدا باول واحد اللي هو البيت التركي، وده اللي عامل الاربع مجات ب 200 جنيه. اما لو جينا نتكلم على الاسطوره، وده اللي هتلاقي عنده ذهب بالقسط، وكمان خصومات بتوصل ل 30%، وكمان هتلاقي عندهم سبائك فضه وذهب. اما بالنسبه لميما شوب فحرق اسعار صعب تلاقيها في اسكندريه، واي حد عايز لوكيشن والعنوان يكتب لي كلمه تم وهبعته له على طول. والاهم من كل ده انت لازم تلحقه النهارده وبكره وبعده، اللي هو يوم 5 و6 و7، لان البازار 3 ايام بس. وما تقلقوش هتلاقوا اكل ومشاريب وكل حاجه تتخيلوها موجوده هناك، وكمان الاسعار اقتصاديه جدا. يعني واحد سماش برجر ب 100 جنيه بس. زي ما قلت لكم كل البراندات العالميه اذا كان اوريجينال او مصري او ايا كان بتفكر في ايه هتلاقيه في المكان ده. وده الاسعار عنده بتبتدي من 15 جنيه، وكمان هتلاقوا بارتيشن بيبيع كل فوانيس رمضان بجمله الجمله، وكل الميك اب الاوريجينال 100% هتلاقيه برده في المكان ده. ومش براند واحد، ده اكتر من 20 براند، وكمان عروض على الاكل البيتي صعب تلاقيها في مكان تاني. اما لو اتكلمنا على الستانلس فالاربع خواتم ب 200 جنيه، وكمان هتلاقوا اكتر من 200 براند بيبيعوا اكسسوارات واحجار كريمه وذهب والماس وفضه وذهب صيني وجولد بليتد وكل ما تتخيلوه من اكسسوارات، وكمان خصم 50% على اي حاجه في البارتيشن ده، كفر سكرينه فلاش الموبايل، وكل اللي انتوا شفتوه ده 1% من البراندات اللي موجوده هناك. هنا بتبدا من 150 جنيه. اما البراند ده حقق بقى المعادله الصعبه، بيبيع كل البراندات اللي تتخيلها بارخص الاسعار. والبراند ده اسمه دريس، والاسعار عنده بتبتدي من 130 جنيه. ده غير ان انت لو عروسه هتلاقي منبع كامل للمفروشات والسجاد، وكمان البرفانات الاوتليت اللي جايه من بره مصر هتاخد اي واحده فيهم هتاخد الثانيه هديه. وعنوانهم سهل وبسيط، من على كورنيش اسكندريه قبل ما توصل اشاره سيدي جابر جوه فندق جولدن جول.